السلام عليكم. انا جاي النهارده اقول ان انا ما بقتش حمل استغلال المعارض، او تعالوا نقول تسعير المعارض. طيب انا النهارده مش جاي احارب حد معين، انا جاي احارب فكر منتشر عند المعارض. انا مش عارف ايه سببه. اولا يعني الموتوسيكلات في مصر مش الفئة الغنية، احنا عادي اي شاب عايز يركب موتوسيكل بيحاول يجتهد عشان يجيبه، فربنا بيرزقه بيجيبه. فليه في استغلال؟ ليه في استغلال في العموم؟ يعني انا ما عنديش مشكلة ان انت تسعر، انت بتدفع ايجار ومرتبات وبتصرف عشان تجيب البايك من بره مصر. بس انت لما تحط لي تسعير خرافي عليه، طب انت ليه بتعمل كده؟ طب هاخد امثلة، يعني هاخد امثلة من الناس اللي انا اقدر اقول ده اهو سعر الموتوسيكل عنده اهو، وسعره بره اهو. طيب عندنا معرض سعداوي مثلا مسعر هورن 900 2002 بتقريبا 385 الف جنيه. طب انت ليه مسعرها بسعر زي ده؟ طب تعالوا نشوف البايك دي بره بكام. طيب انا لقيت دي هورنت اهي، نفس الهورنت اللي حضرتك عرضها، يمكن اقل في الكيلوهات، بحوالي 2500 يورو. خد بالك ان مستر سعداوي بينزل البايكات بتاعته من امريكا. في امريكا الاسعار هناك بتبقى اقل شويه من مصر، اي نعم الشحن بيبقى اغلى، بس هو بينزل كميات، فالموضوع بيبقى مختلف في التسعير بتاع الشحن. طيب بيبقى 2500 يورو، يعني قول بحوالي 110 الف جنيه. طيب هنقول هنحط عليها 80 الف جنيه جمارك وورق، يعني نقول هنحط عليها 90 الف جنيه جمارك وورق، فبقت البايك واقفه علينا ب 200 الف جنيه. طيب نزلت مصر، حطيناها في معرض، اللي نحط عليها 185 الف جنيه. انا كده انا كده مش بقول ان انت مثلا بتجيبها من امريكا ب 1500 دولار 1300 دولار، لا 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 لا، انا هقول انت بتجيبها ب 2500 يورو من المانيا او من اوروبا which is اغلى. وصحح برضو كلامي لو انا غلط. طيب انت بتجيبها دلوقتي واقفه عليك ب 200 الف جنيه لحد هنا، وخد بالك انا بتكلم كقطعه لان انا نزلت قبل كده قطعه ودفعت الجمارك دي. طيب هي واقفه عليا ب 200 الف جنيه هنا، ليه ابيعها ب 100 385 الف جنيه؟ يعني ليه اكسب فيها تقريبا 100%؟ يعني ده شيء غير منطقي. طيب هنقول ان دي بايك اصلا مثلا انت بتدفع عليها فلوس كتير عشان تنزلها، فهي للاسف تسعيرها بقى اوفر كده. طيب تعال نروح ناخد حاجه زي كawasaki مثلا. طيب دي كawasaki عند حضرتك نينجا اتش 2 ار 2018 نيو، ما عنديش مشكله، ب 3 مليون 800. تمام، 3 مليون 800. طيب البايك دي اصلا سعرها بره لما دخلت دورت برضو في اوروبا وليس في امريكا، مع اختلاف الاسعار، سعرها بيتراوح من 17000 يورو لحد مثلا 23000 يورو، 26000 يورو. طيب كام دي؟ تعالى نشوف الحسبة كده بتاعتها كام. يعني هي مثلا هناك لو حسبنا 23000 يورو يعني حوالي مليون جنيه. طب عاملين اوفر برايس بجد، 2 مليون و 800 الف. يعني هي بره بمليون مثلا، هتدفع عليها نص مليون جمارك، مليون جمارك، تتباع ب 3 مليون و800 ليه؟ يعني ما هو برضه doesn't make sense. يعني انا مش فاهم. احنا في البايكات ال 2002 بنخاطب فئه غريبه، وفي البايكات الغاليه جدا يعني هم بقى، يعني اظن اللي معاه 2 مليون ما فرقتش 3 مليون و800. طب خلاص احنا ايه دلوقتي؟ هنسيب البايكات، مش هشتري موتوسيكلات. على فكره هنا انا مش بتكلم والله على مستر سعداوي بالذات، بس هو الوحيد اللي مطلع الاسعار. وقعت الحمل، ماشي. هو الوحيد اللي مطلع الاسعار على الويب سايت، فاقدر ان انا اريليت سعر بحاجه. بس في طبعا محلات كبيره جدا، مش عارف هاب موتور سايكلز وكذا مكان كبير، والله مش متذكر اسماء يعني عشان بس ما بقاش بتكلم عن حد، بس الناس دي عامله اوفر برايس لان هي في اماكن ايه نظيفه شويه. فيعني هنحط نقطه تحت حته نظيفه شويه، مثلا اي حد تلاقيه فاتح في الشيخ زايد او التجمع او مش عارف ايه، تلاقيه ضارب الحاجه في ثلاثه. طيب هنسيب الموتوسيكلات خالص ونروح نبص على قطع الغيار. تمام، عند الويب سايت عند مستر سعداوي، لان هو اللي حاطط الحاجات على الويب سايت، فهنقدر نقارنها بسعرها بره. طيب الجوانتي ده والله العظيم بجد هو بيتباع في اي حته من 400 جنيه ل 500 جنيه، هو لا يتعدى السعر ده. ليه ب 1000 جنيه؟ يعني ليه؟ يعني انا مش عارف ليه هو لازم احط اوفر برايس 100% على اي حاجه. يعني حتى الجوانتي مش منطقي يعني حضرتك. طيب خلاص مش مهم الجوانتي. طيب حضرتك والله العظيم والله العظيم البتاعة اللي بتتحط على الرجل دي اقسم بالله بيدوها لي هدية على اي حاجة بشتريها من اي حتة. بجد يعني من زمان اصلا هي ب 10 جنيه. يعني هي ب 10 جنيه، ليه ب 150 جنيه؟ يعني انا مش عارف ليه بتتباع ب 150 جنيه هنا. وده مش عندك انت بس، عند الناس اللي هي اللي فاتحة في اماكن نظيفة. ليه؟ فكرة ان هي نفس البرودكت، يعني مش مثلا ماتيريال، هي نفس البرودكت بنفس الصورة. اللي هي المونستر دي والله بتطلع هدية. كنت جايب سكرين للاف 4 اي قبل كده، والله ادالي هدية. طب ماشي، طب خلاص ماشي، دي احنا هنشوف حاجة تانية. طيب الجنزير الايريس الاكس رينج، الجنزير ده انا جايبه ب 2700 جنيه او 2600 جنيه.
هو اصلا سعره في السوق من 2600 لحد 2900. طب ليه ب 3850 جنيه؟ مش عارف. كان عندك برضو فرقة كاوتش، هي كانت في توكيل بريدجستون ب 10000، وعندك مش عارف ب 18000 جنيه يعني، حاجه كده. طب ما هي في التوكيل اصلا ب 11000 جنيه، ليه مضروب اوفر برايسنج مش عارف ايه. ده غير اصلا بقى يعني، خلاص بقى يعني، خلاص بجد مش هنتكلم دلوقتي على الحاجات المنتجات. طيب هنتكلم بقى على مثلا الصيانه. عندي صديق ليا كان معايا في 4 اي. البايك دي كان فيها مشكله في وش السلندر وبتاع، وكان في حاجه اتكسرت وصباع، المهم يعني. فراح موتور سايكلز اللي هو هاب اللي في اللي قبل اللي عند داندي مول. المهم دخل وايه، قابله بقى وقال له بقى، واحنا بنخش بقى بندخل البايك على الماشين بتاعه الدايجنوس ونعمل ومش عارف، حسيت بقى ان هو هيعمل لها عمليه جراحيه. فقال له بكام؟ قال له مش عارف ساعتها الساعه بكام، يعني هم بيحاسبوا بالساعه. كان رقم يعني مش عارف، كان 400 جنيه، مش فاكر قوي بالظبط الرقم، بس هو كان رقم كبير. الكلام ده من حوالي سنه مثلا. فمهم صاحبي اداهم البايك، يعني هو ما كانش في حد غيرهم هناك، وطبعا مكان موثوق فايه، فالمفروض يعني مكان كبير، فاكيد مكان كبير اكيد الخدمه عندهم تبقى كويسه. المهم صاحبي ده اداهم البايك. هيستلم امتى؟ قالوا 3 ايام. فضلت مركونه عندهم فتره كبيره حوالي اسبوع. راح قالوا له ده احنا البايك محتاجه تغير زيت، فادوا له مش عارف زيت موتل اصلا بيتباع بره ب 1000 ونص، ادوه له مش عارف ب 2000 ونص. قالوا له محتاج طقم بوجيهات، البوجيهات بتتباع بره برضه ب 1000 جنيه، مش عارف ادوه له ب 2000 جنيه. المهم فضلوا يعملوا كده، مش عارف عملوا له فاتوره ب 15000 جنيه بجد. حل الوش وبتاع 5000 جنيه، يعني الصيانه خدوا بس تكلفه مصنعيه حل وش والبتاع اللي غيروها 5000 جنيه او 6000 جنيه. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان صاحبي لما راح يستلم البايك كانت متقفله غلط. يعني انا بتكلم بجد والله، كان في حاجه فوق متقفله غلط. فالبايك للاسف كانت الطرابير اللي قدام قافشه، فكانت فيها مشكله. زي كان في مشكله في الكهرباء فكانت بتبطل، يعني اما بتبطل ما بتدورش. فكان بيضطر يجري يعني ويرمي لها. بجد والله ما بهزر، يعني تخيل خارج من معرض دافع حوالي 15000 جنيه. هو دي طبعا مشكله ان هو ما اتكلمش معاهم. يعني هو ريدي ان هو ياخدها بالمنظر ده، بس انت متخيل تبقى دافع مبلغ زي ده، واخد بايك انت بتزقها وبترمي لها ومش عارف ايه، وفي الاخر يعني بعد كل ده خد البايك ووداها عند حد في دقي يعملها له. يعني فاللي هو انت متخيل دافع مبلغ زي ده وفي الاخر ما خدش خدمه، انت فاهم؟ انا ما اعرفش طبعا مستر سعداوي ايه القصه. كان في مشاكل كتير حصلت زمان واتحلت، يعني كان في ناس حصلت معاها مشاكل شبيهه مش نفس المشكله، وطبعا اتدخل سعداوي وكذا حد تاني حلوا المشاكل دي. بس انا اقصد ان انتوا بتقدموا خدمه محترمه جدا، وان احنا بنابريشيت ده جدا، بس ليه بتوفر برايسوا فيها؟ يعني ليه بتافوروا في التسعير؟ تقول لي مثلا مش عارف بنحاسب بالربع ساعه ب 200 جنيه ولا 300 جنيه. يعني عشان اغير حاجه او عشان اغير بيلي فورش مثلا ادفع 1000 ونص او 2000 جنيه، وهو اصلا بيلي فورش كله ب 600 جنيه مثلا غيره صيني. يعني حاجه بصراحه غريبه، يعني انا حاجه مش فاهمها. يا ريت يعني، يا ريت يبقى في توضيح. يعني انا افهم ايجار، افهم صنايعيه، افهم كل الحاجات دي. بس انت دلوقتي المفروض ان انت بتحط كل الحسبه دي وتحط فيها مكسبك، فتبقى بتتكلم بما يرضي الله. يعني ده مش عارف ده يرضيكوا؟ يعني انت حضرتك انت بتطلع كوازاكي اتش 2 ار في كل بيعه. يعني انا جبت اتش 2 ار بعتها، بقى معايا 2 اتش 2 ار، فبعتهم بقى معايا 4 اتش 2 ار. والكلام ده على معارض كتير، مش على معرض سعداوي بس، في معارض كتير قوي، في معارض في المهندسين كتير برضه اسعارها اوفر، عليه اوفر برايس رهيب. آه انا مش بكلم حد بالخصوص ومش قاصد اهاجم حد بالخصوص. يعني الفكره اصلا من القناه دي او من سايكليستا ايجيبت اصلا في العموم، او ليه اصلا انا بلبس خوذه، هي ان انا بعبر عن سواقين الموتوسيكلات في مصر. لان انت ممكن اي حد يبقى لابس الخوذه دي، ممكن انت تكون لابس الخوذه دي، ممكن اي حد مش شرط زياد عمر هو اللي يبقى لابس الخوذه، ممكن اي حد تاني يبقى لابس الخوذه دي. وده الهدف، ان فكره سايكليست ايجيبت دي بتعبر عن الدراجين او هم عايزين يقولوا ايه. ممكن اكون بقول حاجات غلط طبيعي، ممكن اكون بقول حاجات صح طبيعي، وعارف ان في ناس كتير جدا بجد اشطر مني بكتير قوي في المجال ده، وعارفين حاجات كتير جدا، وممكن اقول ان خبرتي في المجال ده 20%. يعني لما باجي رايح اشتري موتوسيكل باخد صديقي مثلا عبد الله هو اللي بيكشف لي على الموتور والبايك، وهو فاهم اكتر مني مثلا 100000 مره في البايك، فاهم؟
انا مش بقول ان انا احسن واحد، ومش بقول ان انا شاطر في كل حاجه، لا خالص. انا بقول اللي انا اقدر اقوله، بعمل بحث كتير عن الحاجه قبل ما اقولها. ممكن اكون ربنا اداني حاجه ان انا يعني اتعلمت بما فيه الكفايه ان انا اقدر اخد موضوع واشرحه بطريقه كويسه. ممكن يكون علمي مش جامد فيه قوي، بس انا بحاول على قد ما اقدر اوضحه. فانا بحاول اخد ده واديه لكم عشان نغير حاجه في السوق، نغير الوضع ماشي ازاي. بس اتمنى مستر سعداوي يشوف الفيديو ده، واتمنى باقي المحلات تشوف الفيديوهات دي ويحاولوا يغيروا من طريقه شغلهم. يمكن السوق يبقى احسن. بس كده. سلام. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. الكلام ده بيفرق جدا. باي.